اهلا بيكو فيديو جديد. النهاردة هنرجعكم برضو تاني لأيام زمان، أيام زمان ودفى زمان وأكلات شتوية بتشبع وتدفي واقتصادية وترجعنا للزمن الجميل. طبعا في الأول كده أنا قلت إيه، أشغل على أكتر حاجة بتاخد سوا وهي اللحمة. فبعد ما طبعا فطرت وشربت قهوتي عملت إيه بقى، شوحت كده 6 أو 7 حتت كانوا عندي، كنت أنا شايلاهم وقلت هعملهم النهاردة. عايزة أقول لكم إن أنا كنت مشتاقة قوي إن أنا أعمل صينية بطاطس، بس عايزاها محطش فيها اللحمة، يعني عايزاها صينية بطاطس كده إيه لوحدها. طبعا يا جماعة اللحمة لازم تتشوح. ليه؟ لأن التشويح ده بيقفل المسام وبيخلي قطعة اللحمة جوسي كده وجميلة. نرجع بقى لأساس الفيديو بتاعنا والأكلتين المحببتين لقلبي في الشتاء والقلبكم أكيد، لأن كل المصريين بلا استثناء بيعشقوا الأكلة دي واتربينا عليها، وهي البليلة. جبت طبعا غلة وبدأت ان انا قلت ايه هعملها ناكل منها كده في يومين الاجازة اللي فاتوا، وكمان كنت انا تعبانة وعندي دور برد والولاد برضو بيكحوا ومش عارفة ايه، فانا عايزة اجيب لهم حاجة ايه تدفي كده وتكون حلوة واعملها بطريقة خفيفة، لان هي لها كذا طريقة. فطبعا انا اول حاجة لازم اعملها في موضوع البليلة ده الغلة شكلها يا جماعة اللي انا وريتهولكوا ده، دي اصلا لازم تتنقى كويس جدا جدا. تتنقى يعني ايه؟ يعني تحطيها في صينيه كده وتبداي تنضفيها من الطين، من العفره، من اي غلايه مثلا شكلها مش حلو، قمحيه سودا، اي حاجه تقعدي بقى ايه تنضفي فيها كده وتشيلي منها الحاجات دي. وبعد ما تعملي كده بتقعدي تنفضيها علشان تشيلي منها اي حاجه برضو ايه، قش حاجات خفيفه، قمح خفيف زي الحاجات اللي بتنزل دي، كل اللي هو قشر القمح والكلام ده، كل ده هيبقى طعمه مش لطيف واحنا بنعمل البليله. فاهم حاجه في البليله النظافه. انضف الاول القمح بتاعي واغسله كويس جدا جدا جدا، والاول انقيه واغسله كويس جدا واصفيه وانقعه كتير قوي. يعني انا نقعته حوالي 6 ساعات. تنقعيه كتير على قد ما تقدري. ليه؟ علشان ما ياخدش وقت في النار، على النار، ويبدأ ان هو يبقى ايه حلو كده، في لافلي كده جميل واحنا بناكله. فطبعا هنا بقى ايه، بعد ما خلصت كده انا هوريكم بس الاول شكل القمح بيبقى عامل ازاي، هوريكم في الصينيه وهتشوفوه اهو. بعد كده طبعا انت بتروحي للعطار بتقولي له انا عايزه القمح بتاع البليله، تمام. هعمل بقى بالمره، وده مطلوب بشده والولاد طالبينه قوي، حمص الشام. حمص الشام بقى المشطشط الجميل ده. حمص الشام بالنسبه لنا برضو دفى، وبالنسبه لنا لمة عيله، وبالنسبه لنا برضو بيفكرنا باجواء زمان. برضو لازم انقيه كويس جدا نفس الحكايه وانقعه برضو كتير. جبت كمان كام حاجة كده، قلت برضو ايه انا هتبل فراخ تبقى موجودة جاهزة عندي، لان الايام اللي مريت بيها بتعب دي علمتني بصراحة ان انا يبقى عندي اكل دايما جاهز. فبوريكم بقى جبت وراك. طبعا انا كان عندي كمان حوالي مثلا 5 6 وراك اللهم بارك في الفريزر. دول بصراحة كانوا جايين لي هدية من اختي، فانا هطلعهم علشان اتبلهم بالمرة. فهتبلهم مع طبق الوراك اللي انتوا شايفينه ده، هتشوفوا معايا في الفيديو ان شاء الله. زي ما قلت لكم في اول الفيديو ان انا نفسي جدا في صينية بطاطس ما يكونش فيها فراخ ولا لحمة ولا كده. انا عايزة اعملها لوحدها كده ناشفة كده حلوة جنب الايه، جنب الفراخ واللحمة والكلام ده. طبعا انا عندي الحاجات متفرزة، عندي هريسة الشطة وعندي البصل وعندي الصلصة، فطلعت كده علشان تفك مني، حطيتها في الصينية زي ما شفتوا كده. هنا بقى طبعا انا عندي ايه، عندي الحمص، بدأت بقى اولع عليه والغلة او البليلة. طبعا الحمص هيطلع لك رغاوي زي دي، لازم تنضفيها كويس جدا وتشيليها. اي بقوليات بتطلع الرغاوي دي لازم تتنضف كويس قوي 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 وتتشال كده وتقشطيها كده زي ما بنقول، وتسيبيها بقى
وتاخدي بالك ما تهريش الحمص وما تهريش البليله الغله. بعد كده طبعا انا الحمص حطيت فيه معلقه توم مهروس زي ما شفتوا كده، وشلت شويه نبقى نعملهم زي الترمس او نعملهم في مره تانية لان حسيتهم كتير او مع الكشري. قطعت برضو بصلايه وطماطمايه وحطيت معلقه هريسه شطه وحطيت معلقتين صلصه، وهحيق بقى ملح وفلفل وكمون وكزبره ونسيبه بقى وليمون ومعلقه خل وسيبيه بقى مع نفسه كده. ده طبعا ايه لما بدأ يدخل في سوا. تمام. عايزه اقول لكم خفيف وطعمه حلو ومشطشط شطشطه اللي هي تستحمليها والولاد الصغيرين حتى يستحملوها، وحاجه كده روعه روعه روعه. طبعا الكمون ومعلقه الخل والليمون اساسي 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 في الخلطه بتاعتنا القمر دي. والله يا جماعه انا كنت لابسه سويت شيرت، لا الجو حر بقى حر واحنا بنشرب اللي هو حمص الشام. البليله اهي. البليله بقى تكتها ايه؟ ان انتي حطي سكر مش كتير في اللبن، واعملي كمية صغيرة بكمية صغيرة، وشيلي الباقي من غير لبن خالص، لان اللبن كتر اللبن والتسخين وبتاع بيعملك ايه؟ بيعملك مشكلة وبتبقى طعمها مش حلو. فانت تشيلي بليلة كده في اكياس هتشوفوا في الاخر في الفريزر. لكن تخلي البليله اللي هتعمليها بقى تاكليها كده صبحه تخليها في حله صغيره مع لبن مع السكر، والسكر اللي عايز يزود بيزود حسب الرغبه. عايزه اقول لكم بقى طعمهم حلو قوي. وبعدين بقى ممكن تحطي كريمه لباني فانيليا، تحطي مثلا سمنه معلقه سمنه بلدي، بس انا في البليله طبعا انا عاملاها لايت خالص خالص خالص، سكر ولبن وبليله بس كده. بس طعمها كان تحفه زي ما انتوا شفتوا كده. شربنا بقى البليله وشربنا الحمص وقعدنا كده ايه مروقين. اسكت انا بقى؟ لا طبعا. قمت جبت الوراك اللي بقول لكم عليها، طلعتها عشان عايزه اخف في الفريزر، وعايزه كمان افضيه علشان ابدا ان شاء الله اشوف اساسيات التفريزات بتاعه رمضان اللي اقدر اشيلها واجيبها بالايه من الاخر للاول كده. يعني اخلي تفريز اللحوم والفراخ والكلام ده قرب رمضان قوي، واخلي بقى الخضار والحاجات اللي انا بحتاجها والحاجات الاساسيه والبصل وكده الايام دي. فانا قلت ايه افضي الفريزر علشان برضو ايه ما يبقاش فيه يعني حاجات كتير، وابدا بقى اغسله وانضفه واحط حاجات فريش. تمام. وخصوصا ان الوراك دي بعظم فمش هينفع ان انا اشيلها. يعني عايزه اعملها بس انا طبعا طلقتها كانت متجمده فكت كلها، فما ينفعش ان انا اتبلها واشيلها تتجمد تاني، لا انا هتبلها واسويها، واللي هشيله متبل متسوي يا دوب يطلع يتحط في صينيه بطاطس، يتعمل جنبه رز بسمتي، يتعمل جنبه شويه خضار ورز ابيض، المهم او مكرونه حمراء. المهم بقى ان انا ايه يعني الحاجه ما تتفرش تاني طالما نيه، لا انا هفرزها مطبوخه. تمام كده. تمام. الوراك عايزه غسيل كويس جدا، وخصوصا اللي هي الحته اللي في الظهر دي هوريها لكم دلوقتي، دي اللي هي الكبده دي، ايوه دي لازم اشيلها كويس جدا 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 جدا، واشطفها كويس جدا تحت ميه جاريه. واي دهون زياده انا بشيلها بصراحه. وابدا بقى احط ايه ملح كده بره وجوه، احمي كل حته بالملح. بحب افصل الدبوسه عن الورك علشان في اطفال صغيرين ما بيكملوش الورك، فبديلهم دبوسه والله يخلصوها ممكن اديلهم تاني، فهم عاده مش بيخلصوها اساسا يعني. حطيت بقى بعد ما دعكت كل حته بالملح كده، صدقوني دي هتنهي الزفاره خالص. حطيت دقيق، برضو هدعك كل حته بالدقيق، وحطيت جنزبيل، وحطيت بهارات فراخ كمان بتدي ريحه حلوه قوي، ولو عندك معلقه قرفه وجنزبيل. وتبدأي بقى ايه وطماطميه تقطعيها كده، وابدأي بعد ما تفركي الكلام ده كله كده في بعضه حطي بقى الميه. تمام. وتسيبيه بقى في محلول النقع ده زي ما ربنا يقدرك. يعني انا سبته وعملت الغدا واتغدينا وخلصنا وبعدين رجعت له تاني. طبعا يا جماعه الفيديو ده متصور على كذا يوم عشان بس ايه ما تفتكروش ان كل ده كان في يوم واحد يعني، لا طبعا. هنا بقى في طماطمايه اهيت عملناها عشان الطماطم كمان بتشيل الزفاره قوي. على ما تتنقع بقى الفراخ كنت انا هعمل التتبيله. خدوا بالكم بقى من التتبيله واساسيات التتبيله بتاعه الوراك دي. عملت بصله كبيره
وليمونتين صغيرين بقشرهم كده قطعتهم، وهحط كمان شوية جزر متقطعين كنت انا مفرزاهم. الجزر بيدي تسكيرة في التتبيلة وحلاوة حلوة قوي. وشوية بقدونس برضو متفرزين اخضر او كرفس. وبحط مكعبين مرقة لان الكمية عندي كبيرة. تمام. والتتبيلة كمان هتبقى كتير وهشيل منها. هحط كمان معلقة فلفل، هريسة فلفل دي حلوة قوي، بتودي التتبيلة برضو في حتة تانية، وبتغنيكي بقى ان انتي تقطعي فلفل وكلام من ده. هحط كمان الملح واظبطه، وهحط معلقة كمون صغيرة، وهحط كمان معلقة فلفل اسود، وكمان هحط بهارات فراخ، ده لازم واساسي. هحط معلقة بهارات فراخ بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واحط معلقتين صلصة. طبعا انا كنت هقطع طماطم بس لقيت الصلصة احلى. تمام. وهتديني لون حلو. ومعلقتين زيت زيتون. التتبيلة دي بقى بجد ريحتها كانت فايحة ومودية الفراخ بقى لحتة تانية خالص. خدي بالك، ظبطي الكبة يا حاجة وانت بتعملي، ان هي عمالة تجري منك. ظبطي الكبة. طبعا بقى اللهم صل على سيدنا محمد، عملت التتبيلة حسيتها كتير. بعد ما الفراخ بقى صفيتها ونقعتها كده وحطيتها في الحلة اللي انا هعمل فيها، هجيبها بقى اتبلها. شايفين التتبيلة كتير. انا بفضل البتاعة دي لان انا طبعا هعمل مكرونة حمراء، فعايزة بصلة، فما لحقتش ما ينفعش اعملها بدي. انا حطيت معلقة من التتبيلة في المكرونة فعلا، بس عشان الاول اقللها بصلة مع تومية مع كده، فبتحتاج ان انا اعمل لها بصلة، فعملتها لها. تمام. من غير ما اغسل الكبة ولا اي حاجة. عادي عادي يا جماعة، انا ده زيكم بالظبط. الناس اللي على اليوتيوب دول مش جايين من كوكب تاني طبعا. هنا بقى الفراخ اتغسلت وبقت زي الفل، ولونها اللون ده من التتبيله، من النقع، من محلول النقع. وطبعا نسيت اقول لكم ان حطيت كمان سكر وملح في محلول النقع. طبعا بعد ما اشطفها بقى لازم اصفيها. اي ميه بتنزل اشيلها. ليه؟ لان هي بتدي زفاره، الميه دي بتدي زفاره بعد كده، فلازم تشيليها. حطيت بقى ميه التتبيله كده، وحطيت شويه من التتبيله بس، والتانيين دول هشيلهم في كيس. عايزه بقى اتبل حاجه، اعمل حاجه، تبقى تتبيله جاهزه عندي. واجيبها بقى ادعكها بقى. بصوا، اهم حاجه دعك كل حته كده بالتتبيله، فيها ملحها وفيها كل حاجه التتبيله دي. وطبعا عملت جنبها بقى مكرونه حمراء زي ما انتم شايفين كده، طعمها وريحتها يشرح القلب. فهيبقى اليوم ده عملت كده كل واحد ورك او حته، وجنبها اللي هي المكرونه. شايفين؟ ولا حمرت الفراخ ولا اي حاجه، بس هي طعمها وريحتها جميله جدا جدا جدا. والباقي طبعا شيلته في كيس ليوم تاني. وبحبكم جدا، ومع السلامه.